مش قلت لكم الاهلي والزمالك لعيب يروح 10 يجوا. انا عايز افكر جماهير النادي الاهلي بقى باللعيب ده، شادي رضوان. شادي رضوان ده امل كرة القدم في النادي الاهلي والكرة المصرية. شوف الاستلام والمرور والاتقان في ان هو يحط الكرة جوه الشبكة. بص المهارة، بص التحكم في الكرة والكنترول عامل ازاي. مش لعيب لسه عنده 19 سنة يا جماعة، وهو ده السن فعلا الحقيقي اللعب الكورة، شباب ومهارة إذا ما كانش يلعب دلوقتي هيلعب إمتى؟ أما اللعيب يقعد يتمسك وعنده 36 سنة وعايز يقعد في الملاعب، لعيب زي ده هياخد فرصته إمتى؟ شادي رضوان نسخة محمد صلاح تاني في مصر، نسخة أصيلة ومهارة قد تتفوق على نجمنا كابتن محمد صلاح برغم الإمكانيات اللي ربنا اداها له والتفوق اللي حققه في الدوري الإنجليزي. لعيب زي ده لعيب مبشر، خامة طيبة، لعيب بيوصل للجون كل 3 دقايق بيوصل للجون. إذا ما كنتش أصعده للفريق الأول دلوقتي ويلعب جنب لعيبة الفريق الأول وياخد ثقة من دلوقتي، استنى لما يبقى عنده 23 24 سنة وأطلعه؟ ليه؟ ليه ما كسبش ناشئ زي ده دلوقتي؟ وزي ما قلت لحضراتكم، نادي الأهلي ونادي الزمالك عمرهم ما بيقفوا على لاعب. بص الاستلام في وسط 22 لعيب لقط الكرة كأنه بيلقطها بملقاط. هي دي المهارة يا جماعة، هي دي المهارة اللي بتبقى موهبة. دي دي ما بتدرس، دي بتتخلق مع الواحد. بص خد ضربة جزاء ازاي. مهارات، يعني كوكتيل من المهارات. بقالنا كتير ما شفناش مهارة زي كده في الملاعب. فأنا بفكر جمهور النادي الأهلي بالاسم ده، شادي رضوان. عايزكم تفتكروا الاسم ده كويس قوي. زي ما قلت لكم، مهارة ما بعدها مهارة، وتحكم في الكورة ومرور ومراوغة وإتقان في إن هو يوضع كرة داخل الشبكة واستلام وذكاء في إن هو ياخد ضربة جزاء. ولد بمعنى كلمة ولد، ولعيب بمعنى كلمة لعيب. فاللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس ويدعمني بلايك لو الفيديو عجبه. فأنا عايز أطمن جمهور الأهلي إن النادي الأهلي رمضان يروح، شعبان يروح، رجب يروح، هيجي غيرهم وغيرهم وغيرهم، وهيجي اساطير وتروح اساطير ويجي اساطير. والحال نفس الحال مع نادي الزمالك، لعيبه هتروح ولعيبه هتيجي، وهيفضل نادي الزمالك ونادي الاهلي قمتين من قمم الكره المصريه في مصر. وهتفضل شعبيه الناديين دول الى ما لا نهايه، الى ما لا نهايه، لان فعلا هم وضعوا اساس كبير من مئات السنين يعني في التعامل مع الناشئين، وازاي يطلع الناشئ من المراحل السنيه المبكره لغايه لما بيوصلوا للفريق الاول وبيعمل له اسم وبيعمل له نجوميه. وبعد كده اللعيب يقول لك اشوف مصلحتي مش مصلحه النادي، لان احنا خلاص بقينا في عهد الاحتراف. فانا بذكركم ان انتوا تفتكروا الاسم ده كويس. شادي رضوان هيكون ليه مستقبل كبير في الكرة المصرية، وهيكون ليه اسم كبير في الكرة. ويا رب يمتعنا ونشوف ويكون يبعد عنه الإصابات ويستمر في الملاعب فترة نقدر نستمتع بكرة قدم. عندنا يبقى شادي 1 وشادي 2 وشادي 3، ويا رب تظهر مهارة أكتر من كده في كل أندية مصر. ده هيبقى لصالح المتفرج والمشاهد المصري اللي اتحرم من جماليات كرة القدم في الفترة الأخيرة. شكرا وإلى اللقاء.